ايه رايك يا اولاد؟ تيجوا ننده البت نعيمه تقعد معانا؟ معاك تمنها يا فالح. ملعون ابو الفقر وسنينه، احنا هنفضل كده لامتى لحسين اللهلوبه بس؟ وهو كده وحش. الله، انتوا هتقلبوها غم ولا ايه؟ ما تخليكوا في اللي انتوا فيه. على رايك. ما تيجوا صحيح ننده البت نعيمه تقعد معانا؟ انت معاك كام يا عبد الوهاب؟ معاك انت كام؟ وانا معايا دول، وانت هذا الصبح معاك كام؟ ادي كل اللي معايا يا اخويا لاخر الشهر يا ابني. اخرس. وانت يا شيخ يحيى معاك كام؟ باطي والنجم برضه فرجت. الانسه نعيمه. عينيا. البهوات اللي هناك عايزينك. على فين يا بت يا نعيم؟ راحة للبهوات. بهوات مين يا بت؟ هو في بهوات هنا غيرنا؟ تعالي هنا. بس يا معلم. من غير بس. البس قال. واد يا برعي. ايوه يا سياده الاستاذ. افتح 6 ازاز شمبانيا. حاضر. لا مؤاخذه، دول من بتوع الخش والمقاولات وانتوا عارفين. معلوم، معاهم حق. ناس معاهم على قد كلامهم، مش زيكم يا اولاد ايه؟ قوموا، ما دام مش قد القعده قاعدينها ليه؟ ملعون ابو الفقر وسنينه. اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا. بينا. صباح الخير يا يسري. صباح الخير يا ماما. على فين كده بدري يا ابني؟ ده النهارده الجمعة. رايح ازور واحد صاحبي. يعني يا اخويا بتعرف تزور؟ وما اعرفش ليه بقى. امال عماله تحايل عليك تروح تزور عمك عزت وفايزه العيانه وراسك وقلب. مش رايح لهم، مش رايح لهم. على الاقل عشان خاطر بنت عمك العيانه. طب وانا هعمل لها ايه؟ تحس برضو انه ابن عمها بيسال عليها. وان شاء الله ما حست. اخص الله يخيبك، ده برضه جزاته. مش رايح لهم، مش رايح لهم. ليه يا ابني؟ مستعد اقول ليه، بس لما اقول ليه ما حدش يلومني. انتوا اللي خليتوني اقول. قول يا اخي قول. مش عايز اشوف فقري في غناهم، مش عايز اشوف الجاه والمال والغنى وارجع هنا للعيشه دي. كل واحد بيعيش على قد ما يقدر، واحنا عمرنا ما مدينا ايدينا لحد، بس برضو دول اولاد عمنا ووضعنا. عارف كل اللي هتقوله. كلام ملوش تمن. تعال شوف الدنيا، تعال شوف بتوع المقاولات، المعلمين، ناس ما بيعرفوش يتكلموا لكن كل كلامهم فلوس. ناس عايشين. ده منطق العصر، ده الكلام الوحيد اللي بيتقال دلوقتي. قرشك هو كلمتك. يسري تفتكر كده؟ الدنيا كده من زمان، بس انت اللي مش حاسس. يا ابني قول الحمد لله. ليه؟ اعوذ بالله. على الاقل عشان خاطر خلالك اخ زي ده حرم نفسه من التعليم عشان يعلمك. هو مبسوط كده، عامل لنفسه مبادئ عايز ينفذها، مبسوط كده. دي جزاته؟ جزاته ولا مش جزاته، سلام عليكم. ما تزعلش منه يا خيري، ما تزعلش منه. ما تزعليش انت يا ماما. الشبان بتوع اليومين دول كلهم بيفكروا كده. معلش. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد اذنك يا ماما، رايح لعمي عزت عشان اشوف فايزه. فايزه ولا وفيه؟ لسه فاكره. مع السلامه.
احنا كنا اتفقنا انا ووالدتك على اني اشيل انا السرايا واسيبكم ساكنين فيها وترد تمنها على مهلك. مين هيقدر يعيش في البيت ده بعد ما مات فيه والدي؟ وهنصرف عليه ازاي؟ ثم يا عمي تمنه هيفضل دين علينا. بس يعني إذا كان على كلام الناس إحنا ما يهمناش. أبويا ضيع ثروته علشان صديق له. أنا متهيألي إن فقرنا دلوقتي أشرف من الغنى نفسه. فعلا يا ابني. بس أنا عايز من سيادتك خدمة صغيرة. تحت امرك. وظيفة في أي شركة. وظيفة من عينيا يا ابني. خيري. أهلا وفية. إزاي فايزة؟ لسه زي ما هي. مسكينة فايزة تعبت أوي. يعني انت بتسأل عن فايزة ولا غير فايزة؟ غصب عني يا وفية. وبابا هنا؟ زمانه جاي. الأستاذ حامد مستنيه جوه في الصالون. يا ترى عاوز إيه تاني؟ ترقية أو واسطة، طلباته ما بتخلصش من بابا أبدا. خير مش تعرف؟ أشوف الأستاذ حامد. أهلا يا أستاذ حامد. اهلا وسهلا. إيه أخبار البعثة إن شاء الله؟ اديني جاي قبل عزت بيه. متشكر قوي انك كلمته. يا أستاذ حامد أنت مدرسي ومدرس أخوي يسري. يا ريت نقدر نرد لك بعض أفضالك. والله افضلكم انتم اللي ما يمكنش اردها ابدا. إنما قول لي يا أستاذ حامد هتعمل إيه بالنسبة لأختك بعد ما تسافر؟ اختي اسمع يا خيري، المهم ان الواحد يوصل للي هو عاوزه، التفاصيل بعد كده ما تهمش. إنما دي أختك. اسافر انا البعثه ويبقى حلها الف حلال. عجيبة. ولا عجيبه ولا حاجه يا اخي، ده مستقبلي. أيوة جاي حالا. عن إذنك يا أستاذ حامد. اتفضل. مش هتطلع تشوف فايزة؟ أمال جاي عشان إيه؟ كنت زمان بتيجي لأسباب تانية. زمان اتغير. زمان عمره ما هيتغير. تعالى شوفها بقى. أبي خيري. ازيك يا فايزة؟ الحمد لله. مش كفاية دلع بقى؟ وما تدلعش ليه؟ يومين دلع من ماما ومن بابا ومنكو. الله، انتوا هتغيروا مني ولا ايه؟ هي التحاليل ما جاش لحد دلوقتي ليه؟ بابا راح بنفسه عشان يجيب. طب كلمه عند الدكتور يمكن يطمنها. تحت أمرك يا خالتي. وفكروا بالممرضة. حاضر يا فندم. أستاذ حامد أهلا وسهلا. سلامة الست فايزة. ما تقلقش يا أستاذ حامد. أنا كلمت الوزير التاني عشان البعثة، فأكد لي إن اسمك وضع فعلا في الكشف. ربنا يخليك لينا يا سعادة البيه. والله أنا جيت مخصوص أسأل عن فايزة هانم. بابا جبت التحاليل؟ لسه ما خلصتش. وما كلمتش سيادتك على الممرضة؟ ممرضة؟ سعادتك عاوز ممرضة؟ ليه؟ أنت تعرف واحدة؟ ده أنا دايخ مش لاقي. وقت حرب ومفيش ممرضة تقدر تسيب شغلها وتيجي تقعد معانا على طول. أختي مش معقول. متعلمة تمريض وقاعدة في البيت بتخدمني، وعشان خاطر الست فايزة أكون سعيد إن أنا أجيبها. إذا كان ما يضايقكش. ده يسعدني يا سعادة البيه. عظيم. أنا متشكر جدا يا أستاذ حامد. جمايلك مفيش حاجة تكفيها يا سعادة البيه. هتبعتها؟ وإن شاء الله هتكون جاهزة إمتى يا أستاذ حامد؟ من النهاردة. طيب أنا هعدي على سيادتك وأوصلها هنا بعد الظهر. وهو كذلك. شكر.
متشكر قوي يا سعاده البيه. ده معروف العمر. استغفر الله. خلاص سعاده البيه، هجهز نفسي للسفر. لا، اتفضل اتفضل. الأستاذ حامد عبد الكريم. زمانه جاي، اتفضل. اتفضل. الأستاذ خيري مش كده؟ عارفاني؟ ازاي؟ كده. اتفضل. واقفة كده ليه؟ ما تتفضلي. لا، حلو كده، دايما حلو. على طول كده. وعايزه ليه؟ هو مين؟ قال مش بتقول عايز حامد؟ حامد. عاوزه بموضوع يخصك انت. خير. عايزينك تمرضي فايزة بنت عزت بيه. وهشوفك هناك؟ طبعا. يبقى موافقة. يا استاذ حامد، يا حامد بيه. اهلا سي فهمي، ازاي الحال؟ معدن يا حامد بيه، معدن والله. ده انا كسيبه كويس قوي يا حامد بيه. ربنا يزيد ويبارك. والله يا حامد بيه انا مش عارف بس ايه اللي مش عاجبك فيا. يا اخي العفو، ده انت تعجب السلطان. انا منى يعجبك انت، وملعون ابو السلطان. بقى كده شيء ظريف جدا. ما دام السلطان مش عاجبك يبقى ليك حق تناسبني. اتفضل معانا. اشكر يا حامد بيه. السلام عليكم. الظاهرة هتخليني افهم مننا حاجة مهمة قوي. انت لسه مش فاهم. عن اذنك. انت مش هبطلي بص من الشبابيك؟ اعمل ايه بس يا اخويا؟ ما انا طول النهار لوحدي. عشان كده مخليها السيع وصبر النجار يكونوا عاوزين يجوزوكي. ما هو من زهق يا اخويا. يعني عايزه تتجوزي؟ انت هتتجوزي اللي اشوفه مناسب ليكي. انت مش حاسه انا بعمل ايه عشان اوصل؟ بكره هتشوفي. امرك. الاستاذ خيري جوه. خيري؟ اه. اهلا خيري. اهلا حامد. اهلا وسهلا. انا اسف الظاهر اتاخرت. لا ابدا. خيري، انا مسافر وما عنديش ثقه في حد غيرك. انا سايب دولة في رعايتك انت، وانا بعتبرها اختك لاني بعتبرك اخويا. وهي فعلا زي اختي. خيري، انا ثقتي فيك كبيره جدا. اتمنى اكون قدها. انت قدها. عن اذنك دقيقه واحده. اتفضل. مبوزه ليه؟ خدامة على اخر الزمن يا اخويا. يا مغفله، من جو السعيد يسعد. بص لفوق، كفايه فقر. يعني ده مش فقر. هناك هتلاقي العريس اللي بتمناهولك. خيري، يسري، واحد من اصحابهم من عيلتهم. افهمي، صنف تاني غير اصناف الحاره. اللي تشوفه يا اخويا.
ها خيري ما جاش وخايفه ما يجيش. مش قلتي ان والدك مديله ميعاد؟ ايوه مش عارفه عايزه ليه. امال ازاي ما جاش؟ متكبر عليك انتي؟ على نفسه. بيحبك؟ خايفه لا يحب كرامته اكتر مني. وساعتها تعذري؟ دولة انا بحبه وما اسمحش انه يحب حاجه تانية اكتر مني ولا كرامته؟ ولا كرامته. قولي له دلوقتي فاهمه قبل ما اخش البابا. وانتي ما تقابليهوش ليه؟ انا استناه هو يجيني فوق. خيري استاذ خيري، انت ما بتسالش عننا ليه؟ أنا مالكش حد تسال عنه؟ أصل أنا ان ما كنتش عايز تسال عن وفيه اسال عن فايزه، ولا اسال عن اللي انت جايبهم لفايزه. حاكم أصل حاكم اصل اتفقنا ما كانش كده. فاكر يوم ما جيت لي وقلت لك هشوفك قلت لي طبعا؟ هي دي طبعا بتاعتك. أنا متأسف يا دولة. إن شاء الله نعوض اللي فات. عن إذنك. ده وعد. وعد. خيري، وفيه مستنياك في البرندة، عايزاك تفوت عليها قبل ما تفوت على باباها. مين؟ يعني ما سمعتش؟ أصلي اتأخرت. هي عايزاني ليه؟ وانا ايش عرفني؟ طب قولي لها هفوت عليها وأنا خارج. اوعى اكون عطلتك النهارده. أبدا يا عمي، أنا تحت أمرك. انا عاوزك النهارده في موضوع مهم. تحت أمرك يا فندم. طبعا انت ما تعرفش ان المرحوم والدك كان خاطب وفيه بنتي علشانك. يا فندم؟ واتفقنا ما نقولش لحد. لا اجلال عرفت ولا والدتك عرفت. حتى والدتي؟ قلنا الستات لسانهم ما بيسكتش، لكن انا دلوقتي مضطر اطلب منك اننا نعلن الخطوبه. وسعادتك شايف إنه مفيش حاجة اتغيرت؟ ابدا. عمي، أنت للدرجة دي إنسان؟ يا ابني، انا ليا صديق عزيز عليا طلب وفيه لابنه وما اقدرش ارفضه الا لما اعلن خطوبتك. قلت ايه؟ وربنا يخليك لينا يا عمي. كويس، انما قلت ايه؟ يا عمي، لما سيادتك اتفقت مع والدي كنتوا عارفين وفيه ايه بالنسبه لي. كانت امل حياتي. انما دلوقتي انا اسف وما قدرتش احقق املي الوحيد. انما هفضل طول عمري يا عمي شاكر فضلك. يا ابني، انا ما اقدرش الح عليك في حكايه زي دي، لكن اقسم لك باولادي وبرحمه والدك اني بأدب لك بنتي بكل اعتزاز، وبعتبر خطوبه والدك لها زواج. يمكن اكون فاجئتك. فكر وتعالى قولي. افكر فيه يا عمي. عمي، انت احسن واطهر انسان قابلته في حياتي. ارجوك سامحني.
وفيه. ابوك نده خيري وقال له انه مستعد يعلن خطوبتكم. بابا هو اللي قال له؟ خيري رفض. رفض؟ للدرجة دي؟ بالعكس، ده علشان بيعزك رفض. للدرجة دي هنت عليه؟ جميل ابن نظم بيه متقدم لك، وده اللي خلى ابوكي فاتح خيري. قلتي ايه؟ جميل؟ انت طبعا عارفه انه في السلك السياسي. هتسافري بره، وهناك الحياه الجديده بتشغل الواحد عن كل حاجه. قلتي ايه؟ مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. يا سيدي بلاوسه، الحمد لله ديك اتحررت من الحب. كنت عايزني اعمل ايه؟ اعيشها في الفقر ولا اعيش انا في العز على حساب ابوها؟ الاتنين قلع من بعض. هو الحب بقى بقول الكلام ده؟ الحب لا، لكن الجواز عشت العمر وانا سعيد باللي انا عملته. سعيد؟ سعيد وحزين، لكن انا سعيد. كده اهو. طب نحتفل بقى بسعادة سعادتك. ازاي؟ بقى يا سيدي الراجل اللي ابوه وامه في هنا وهو قاعد في شقه لوحده بيبقى عاده محتاج خدامه شغاله واحده تقضي له مهامه، وعاده هدومه بتحتاج لغسيل. اخص الله يخيبك. ايش قدر ده؟ الغساله. الغساله آية من الجمال. اجرتها بقى شباب العبد لله. لا عادي. استنى بس، انت بتلوج عليه. مرات صاحب البيت. مالها دي رخرة؟ شباب يا خير، آية من الجمال، صاروخ مولع نار مشعللة. وبعدين؟ فرجة خيري اوعى يا. خد بالك من نفسك، امشي جنب الحيط، هو حاجة تعورك. ما تخافيش عليا يا روحي، بس خدي بالك انت من نفسك، اوعي تفتحي الشبابيك لحسن تاخدي هوا. مع السلامة. باي باي. باي باي يا روحي. باي باي. باي باي. الباب اتقفل، اعمل ايه؟ افتح معايا. تعالي تعالي. افتح معايا. خصم. اكبر ولا كلمة، هخليك تشوف. اهلا اهلا. ازيك يا بنت؟ يا خبر؟ انت عندك ضيوف؟ لا انا ضيوف انا. يبقى مين ده؟ لا ده ايه ده، متسلمش على رجاله ولا ايه؟ يا استاذ. يا استاذ. خدي يا بنتي رشيد، خليهم يصرفوا الدواء زي ما قال الدكتور. حاضر. ايه يا دكتور؟ اخيرا ثبت من التحليل ان عندها حاله التهاب سحائي مزمن. اعوذ بالله. الحمد لله، اصل احنا مشينا في العلاج السليم. يعني دلوقتي مفيش خطوره؟ على حياتها لا، انما انما ايه؟ الالتهاب ده غالبا بيكون له نتائج. زي ايه؟ المهم دلوقتي سعادتك تقدر تطمن، حياتها في امان. والنتائج؟ العلم عند الله. السلام عليكم. مع السلامه. ما تخلص بقى يا سي يسري. يلا يا سيدي خلصونا بقى، خلينا ناكل لنا لقمه. توب علينا بقى. يا اخي هو انت لحقت؟ نعم، 20 سنة مذاكرة وقرف ومصاريف، وبعدين نترمي رمية السودة دي؟ يا اخي انت دايما مقفلها. احمد ربك، وظيفة وقيمة وسيمة. اسمع يا ده انت يا سيدنا شيخ، بتقول قيمه؟ دي قيمه دي، ربنا يوقف نموك. الله ياخدك يا اخي. عيش يا عبد الوهاب. اسمعوا يا اولاد اسمعوا. ايه؟ النهارده اول الشهر. ايه رأيكم ما تيجي نعمل حفلة فرفشة؟ يا ريت. روحوا انتم.
اسمع عاد انت يا سيدنا الشيخ، انت دلوقتي بقيت موظف مش تلميذ. لازم تروح معانا. اعمل ايه بس؟ انت هتروح معانا، سامع ولا لا؟ اروح اه اروح. سامحه يا رب، ان شاء الله تنهرش. في صحة الشيخ يحيى. في صحتكم. الاسباتس دي مش تقيلة عليك، يمكن تسكر. ما تخافش، انا ده ودود. يا ابني عيش بقى، اتمتع بالجنة قبل ما تروح عليك. ازيكم؟ احنا كويسين كده. قول لي يا عبد الوهاب، جوازتك اخبارها ايه؟ ماشية زي البوم. ازاي يا ابني هتعيش مع واحده مش طايق تبص في وشها؟ هبص في فلوسها. وايه يعني فلوسها ما دام هي وحشه؟ ما بفلوسها دي اجيب انا الحلوين. خدت بالك من البت اللي مع الواد ده؟ يا ابني اعمل معروف، ده كلامهم فلوس واحنا يا مولاي كما خلقتني. استنى اهو سابها، عن اذنكم. اسمع بس، تعالى يا مجنون هتودينا في داهيه معاك. الله. اهلا بالامر. اهلا. واحنا ما ننفعش. فشل، ده انت نسيت الدنيا. يوسف، قوم قوم، تعال. فيك حاجة؟ لا، بسيطة. طب تعال. على فين؟ على البيت. اديني حتة تانية. طب تعال. يسري، مالك في حاجة؟ لا ابدا، مفيش حاجة يا خيري. مش حلوة الدنيا لما تديك أخ زي بيحبك؟ مش حلوة العلاقات الرفيعة القوية اللي بتجمع الأخ لأخوه وصاحب لصاحبه؟ انت بتفلسف حياتك وبتحبها، لكن انا بقى بحاربها، داخل فيها يا قاتل يا مقتول. جيلي كله كده. انت شفت اصحابي عملوا ايه في البار؟ شفت، جريوا. صح، هو ده الصح. هو ده صح. ولو كنت أنا كمان جريت برضه كنت هعرف اروح. هي دي الدنيا بتاعتك؟ هي دي. انت ليه كارهها؟ ليه انا فقير؟ ليه اللي انا عايزه مش طايله؟ ليه من غير ليه، هي كده. كل بيت له مشاكله. من غير ليه، لازم نحبها عشان نعيش فيها. لازم. تقدر تقول لي انت ليه دايما عامل لي سعيد ومبسوط؟ انا فعلا دايما سعيد، لاني ما بعرفش بكره فيه ايه.
بنتي حبيبتي، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. ايه يا ماما؟ الله، بيجروا كده ليه يا ماما؟ افتحوا الازاز قوام واقفلوا الشيش بسرعه. ماما ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا بنتي. ايه يا ماما؟ في ايه؟ مش حاسه بالغاره يا فايزه؟ ماما انت بتتكلمي يا ماما؟ ماما شايفاك بتتحرك، انت بتتكلمي ولا بتقري قرآن ولا بتسبحي؟ ماما اتكلمي. ماما انت بتتكلمي؟ بتتكلمي؟ انا مش سامعه يا ماما. اتكلمي يا ماما. اختي يا ماما، انا مش سامعه يا ماما. انا مش سامعه يا ماما. مش سامعه. مش ممكن. انا بقيت طرشه. وفية بكتبي لي دايما، جواباتك هتكون أحلى من أي صوت. هكتب لك دايما. كأني سمعتك. مع السلامه يا بنتي. سلمي يا بابا. مفيش أهلا للضيوف؟ وسهلا. طبعا لوحدك. انت دخلتي ازاي؟ بابك كان مفتوح، قمت تربسته. الزيارة دي ليه؟ سميرة هنا في المطار، ويسري عمره ما بيكون موجود في البيت. يبقى أهلا وسهلا. دي اوضتك؟ أيوه. حلوة قوي اوضتك. دي أول مرة تيجي فيها؟ لا طبعا، جيت كتير، بس كنت فاكرة انك هتتكلم. انت سكت، قلت اقول انا اي كلام. دولت. ياه، اوضتك حر قوي، مش معقول. إيه؟ ياه، حر قوي. ياه. القميص ده حلو قوي. خدته من شكوريل. انت متأكد ان مفيش حد جاي؟ اسمعي، ما ينفعش هنا. بقول ايه؟ تقدري تخرجي امتى؟ وقت ما احب. طب استني. بكره الساعة 5 في العنوان ده. الساعة 5. برضه هنا ما ينفعش. بكرة. طيب حيلتك، مفيش جرس صورتكم ده يتلعب هنا. اهلا ادخل. انا ادخل وانت تخرج. نعم. روح تشوف حته تبات فيها. لا معلش اتفضل، انا غلط. مع روح السلامه. عند خالتك، روح. طب افهم بس افهم، ايه ده؟ حب جديد؟ بقى انا يا مغفل لو احب اجي هنا. حبيبي او كده. اهلا. دلوقتي بقى ليك الشقه كلها، بس
بس ملهاش اخت لا. ولا شغاله؟ ياه، كل الفساتين دول عشاني انا؟ قيسيهم، يمكن يكونوا عايزين تصليح. الله. اهلا اهلا اهلا. اما سلم قليل الادب، ازاي تعمل كده؟ شقتك بتاعت واحد صاحبي. صاحبك قوي؟ طردت وانطرد. بتطرده كتير. اول مره. اول مره؟ وحيد دولة اول مره. اللي فات مش مهم، المهم انك بعد كده تطرده عشاني انا بس. حاضر. هو في الدنيا احلى من دولة، ولا ألذ من دولة، ولا اجمل من دولة، ولا ارق من دولة؟ على مهلك أوي. كرمش ازاي؟ هو صحيح حلو انما بقى ايه مش عاجبك؟ لا وحش أوي. ليه بقى؟ لانه هيشيك عني. ملوش لزوم، ملوش لزوم. أنا بعتبر دولة أختك، أنا بسيب دولة في العيلة، أنت مكاني بالنسبة لها. أنا ثقتي فيك كبيرة يا خيري، اعتبر دولة أختك يا خيري. خيري اهلي، تعال استاذن من خالتك وتعالى حالا. ايه في ايه خير؟ مفيش ايه، تعالى معايا استاذن منها هتعرف بعدين. يلا. مش هستاذن بس افهم. يلا يلا افهم. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضلوا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا. خيري. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضلوا ارتاحوا. اتفضلوا. اتفضل يا خيري. امال هما فين الهوانم؟ اخواتك موجودين، يا ليلى يا يسرية. ده بيقولوا اخواتك. اقعد اقعد. اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا اهلا 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 اهلا. مد ايدك. اهلا اهلا. خيري صاحبي وصديقي جدا، ظريف ولطيف وهادي، بس دي حالة خاصة. ليلى خيري يسرية. طب هنزلكوا ثواني بس لو سمحت. لا مؤاخذة يا عمي. طب خير اتفضل. ايه الحكاية؟ خلصني. انهي فيهم؟ بيقول اخواتك. اول مرة اشوفهم امبارح. انهي فيهم؟ بيقول اخواتك. يو انهي فيهم؟ اوعى تنسى تفوت حاجة تحت المخدة، ها؟ بالشفا خير. لا مؤاخذة يا خير. لا مؤاخذة يا خيري.
عمي. اهلا. ازيك؟ حلو قوي الجو. اهلا اهلا. بقول طب بعد اذنك يا عمي ثواني. والحمد لله. ياه اهلا 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 حبيبتي اهلا. شوفي جدي جايب لك ايه. ازيكم يا جماعه؟ اهلا عم. اهلا بابا. الله، شوف العروسه الحلوه. ايه ده يا جدي؟ جايب لي عروسه؟ قولي له انا عايزه عريس يا جدي. ايوه، ما فاضلش الا كده. ما تخافيش يا بنتي، العرسان هيجولك يجوا، مش محتاجه لجدك. تعالي. هوبا. لا. اهلا دولت. صباح الخير يا فندم. ميعاد الطياره جه. ايوه يا دوبك. خير ويسر رايحين معاكي. ايوه هفوت عليهم ونروح سوا. ما تنسيش تقولي للدكتور حامد حمد لله على السلامه. حاضر. ميرسي يا دولت، مش عايزه حاجه. اتفضلوا اتفضل. ايه العز ده كله؟ دافع ثمنه غالي وحاد شرفك يا دكتور حامد. مفيش ثمن يغلى على العز ده. اصل انت ما شفتش وشها يا دكتور حامد. برضه انت كسبان. ايوه. اهلا 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 يا جميل. اتفضلي يا روح قلبي تعالي. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. كل كل يا حبيبي. ما تاكلهم يا عبد الوهاب. حاضر يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اقعد يا حبيبي. اهلا وسهلا. مش تكلم عبد الوهاب يرجع وظيفته بدل ما هو قاعد في البيت كده يا دكتور حامد. يرجع؟ ليه يبقى غلطان؟ اتفضلي يا حاجه. يرجع يعمل ايه بس؟ هو انا في حاجه هتموتني الى المخزن المعفن اللي انا قاعد فيه؟ يسري. ايوه يا دكتور. ابقى فوت عليا في البيت بكره. انا عايزك. حاضر يا دكتور. اتفضلوا. اهلا. اهلا بيك. ازيك يا دولة؟ ازيك انت؟ يعني بتسأل؟ لا عندك حق، انا غلطان في دي. مبروك الشقه الجديده. الله يبارك فيك. هو دكتور حامد موجود؟ اتفضل. الأستاذ يسري. اهلا يسري، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل ارتاح. اعملي لنا شاي يا دولة. حاضر. سيجارة. بس يعني ان كنت بتدخن خد سيجارة. شكل. انت لسه بتفكر في التقاليد السخيفة دي؟ مش انا اللي بفكر، الناس هي اللي مصممه على التقاليد دي. سخف. اخبار خير ايه؟ والله متجمد زي ما هو. ما تنساش ان تعليمه محدود. المصيبه انه مثقف وبيقرا. مأساة خيري انه مش ابن عصره. لسه بيفكر في افكار قديمه ملهاش وجود في العصر الحديث. ده الخلاف اللي بيني وبينه باستمرار. لا انت حاجه تانية خالص يا يسري. شاب متفتح وفاهم الدنيا وابن عصرك فعلا. اقول له يا خير الدنيا بقت غابه، الانتصار فيها للاقوى مش للاشرف. مش راضي يصدقني. برافو عليك برافو.
هو ده التعبير المظبوط. الغاية تبرر الوسيلة. انا تلميذك يا دكتور. ايه اخبار عزت بيه؟ بتشوفه؟ ايوه. اوعى تبعد عنه، ده ينفعنا، ده ينفعك قوي. شوف عمل ايه لدولت؟ دولت دلوقتي بقت زي وفية، زي فايزة. دولت بقت شيك خالص، مش كده برضو؟ على فكرة، انت عامل ايه في وظيفتك؟ والله متاخر. انا ناديه لك عشان كده. انا عارف انك خريج تجارة، واكيد ممكن اخدمك. مين رئيسك؟ الاستاذ حسن نمير. زميلي، سيب لي الموضوع ده. متشكر قوي يا دكتور، متشكر جدا. بس هطلب من حضرتك طلب. اتفضل. مش ممكن تتكلم عشان يحيى تلميذك متاخر زي ايه الكلام الفارغ ده؟ انت تهتم في حياتك بيسر وبس. انت تخدم يسر وبس، مالكش دعوه بحد تاني ابدا. معقول. افوت على حضرتك امتى؟ اسمع يا يسري، انت تقدر تعتبر البيت ده بيتك، تيجي وقت ما تحب. متشكر قوي يا دكتور. مع السلامه. متشكر جدا. مع السلامه. الله يسري، مستعجل ليه؟ والشاي؟ هشربه بعدين. مع السلامة. الله يسلمك. سعيدة يا يسري. الله، رايحه فين يا ماما؟ زيارة صلات إنسانية مالكش دعوة بيها. يا يا ماما، انت هتفلسفي زي خيري؟ ايه رايحه فين؟ رايحة أزور بيت عمك عزت. طب اجي معاكي. مش معقول، أنت بتتكلم جد؟ اصلي الحقيقه يا ماما، الحقيقه يعني انا حسيت اني زودتها حبتين. طب الحمد لله إنك عرفت كده. دول كل مرة بيسألوا عليك. ربنا يهديك يا حبيبي. يلا يلا يا ماما. يلا يا ابني حبيبي. يسري، مش معقول. ما تكتفوش يا عزت بيه. احسن يقطعنا ولا يجيش تاني. اتفضل يا ابني. في الحقيقه انا غلطان. حتى اساله ماما. قولي يا يسري، يا ترى البنات اللي كانوا معاك في الجامعة حلوين؟ اعوذ بالله، الله لا يوريك يا طنط. غفر. انت عندك شك في جمالك؟ معذورة شك.
فارس الأحلام لسه ما وصلش. الزهر مات في السكة. بعد الشر. تعرفه؟ عز المعرفة. طب قولي عليه. قربي وأنا أقول لك. مين؟ ينفع؟ انت جننت. معذور. كبرت قوي يا يسري. وانت حلويتي قوي يا دولت. لا يسري، لا يسري. حامد زمانه جاي. يجي بقى وقت ما يحب. يسري، الغسالة. طمني، فتحت لي وطلعت على السطوح. ازاي هبقى اشوفك؟ هنا، وهبقى اطلبك هناك. ازاي؟ هبقى اكلمك في التليفون. تكلمني ازاي؟ لما التليفون يضرب ومحدش يرد ابقى انا هقفل واطلب تاني، تبقى انت تردي. انت حلوه قوي يا دولت. الو. ايوه. ازيك؟ كويس كده اهو. طيب، باي باي. اللي هتعمله ده مش ممكن يا يسري. انا عارف انك هتقول كده. يسري حرام عليك. انا بقدم لها اكبر سعاده في حياتها. ابعد عنها يا يسري. لو انا بعدت عنها ما حدش يقرب لها خالص. ده انا فرصه حياتها الوحيده. يبقى انا ماليش دعوه بالموضوع ده. كنت عامل حسابي على كده برضه. وانت كمان مصممه ما تجيش معايا. ما اقدرش يا ابني، انا انكسف. ايه بقى اللي هيكسفك؟ انا اصلي عارفاك يا يسري ما بتسترش، ودول الناس ما قدمولناش غير كل خير. يا ماما دي فرصه حياتها. برضه ما اقدرش. امركم. ربنا يهديك يا حبيبي. ومين العروسه اللي انت متاكد يا يسري؟ لو ما كنتش متاكد يا عمي ما كنتش جرؤت اجي بنفسي. كنت خليت خيري او والدتي هم اللي يجوا. ان كان دي يا ابني عشان ترد جميلي. ارجوك يا عمي، ارجوك. جوازي من فايزه هيكون اكبر جميل بتقدمه ليا. على العموم يا ابني من جهتي انا مش هلاقي احسن منك، انما اسالها. طبعا يا عمي، طبعا طبعا. متشكر قوي يا عمي. مع السلامه. الله يسلمك يا عمي. مع السلامه. متشكر يا فندم. بكره الساعه 10. الساعه 10 بكره. يسري خطب فايزه. صحيح يا عزت، صحيح. الف مبروك. ده رايك؟ انت ليك راي تاني؟ مش عارف. اتوكل على الله. في ايه يا ماما؟ في فرحة في وشكم. الف مبروك يا فايزه، الف مبروك يا حبيبتي. ده يا المنى. انا مش سامعاكي بتقولي ايه؟ في ايه يا ماما؟ في ايه؟ دولت، باركيلي يا دولت، انا اتخطبت. ايه؟ اتخطبتي؟ ايه؟ باين عليكي مش مصدقة. عندك حق، معذورة. هو ده اللي حصل. صدقيني انا اتخطبت. يسري خطبني. ابن الكال. ليه لا؟ ابن عمي حبني وخطبني. فيها حاجة غريبة دي؟ حد يقدر يقول لا؟ ونقولنا لا. مين تاني بس هيرضى يتجوزني؟ هو الوحيد. حط مال ابويا في كفه وداني الطرش في كفه. المال هو دايما اللي بيغلب. خطبني. ايوه خطبني. وانا
لازم اوافق. ازاي اقدر ارفض؟ اقول ايه عشان ارفض؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا دولت؟ اقول ايه عشان ارفض؟ لازم اقبل، لازم اقبل، لازم اقبل، لازم اقبل. عملتها يا يسري. وايه الغرابه؟ يا سافل يا وضيع. ايه؟ طيب وانت زعلانه ليه؟ يعني مش عارف الدولة ده احنا هنبقى في بيت واحد. بقى عشان كده. ترى ايه؟ ده انا جايلك النهارده مخصوص عشان تقنعيها بنفسك. كمان دولت، دولت، هو انت ليكي حد غيري؟ صحيح ماليش حد الا انت. تكرهي اني اعيش معاكي؟ تكرهي اني اكون غني بفلوس عمي وسعيد في احضانك؟ احضان فايز قصدك؟ دي احضان طرشه بارده. دولت، معقول الاحضان دي تخليني انسى روحي؟ كان لازم اتكلم معاك. عارف. يسري بيعمل كده ليه؟ بيحقق مصره، بيحقق أحلامه. ما فيهوش حاجه منك ابدا. ديل تاني. الحرب دخلت نفوس وخربتها أكتر ما خربت البلاد. خليك جنبنا، الامل الوحيد في يسري انه اخوك. أنا دايما هنا وفية. إن ما كانش عشانها أو عشان عمي فعشانك أنت. عشانك أنت وفية. انت اتجوزتني ليه؟ علشان لما كنا أطفال أطفال أطفال. بطلت انت تيجي. كنت بتحبني، دلوقتي لا. انت ما بتحبش فايزة. فايزة الطرشة. شفقة. حب. انت ما تعرفش قد ايه انا نفسي اصدقك، نفسي اصدقك. ميرسي قوي. لو ما كنتش معايا مش عارف كنت هعمل ايه. عايز حاجة يا يسري؟ الشاي. سكر؟ حطي له سكر يا دولت. حاضر حاضر يا حبيبي.
اشرب اشرب، خلينا ننتقم من ايام الفقر. تفتكر تستاهل اني انتقم منها؟ الله لا يرجعها يا شيخ. مش عارف. نعم. انت هتتفلسف؟ حقيقي مش عارف. الفلوس ما بقتش مشكلة بالنسبة لي دلوقتي، انما انا زهقان وقلقان دايما. حاسس ان الفلوس دي مش من حقي. ما جبتهاش انا، مش من حقي. المهم في الفلوس انها فلوس، مش مهم ابدا جايه منين. ما هي كمان مش جاية قوي. مش جايه قوي؟ واكل شارب نايم لابس. ده مش كان حق عزت بيه يشوف لي وظيفة تليق بجوز بنته؟ الشهاده لله يا يسر، انت ابرد واحد عرفته. شيخة نايل، انا عايز اشتغل، عايز احس اني عايش، اني بعمل حاجة. يا جدع ايه ضمان؟ لازم اعيش، لازم اعيش. متشكرة يا دولت، مش عايزة حاجة. تصبح على خير. الو. ايوه يا اخويا، هندهولك حالا. الدكتور حامد عايزك. وده وقته؟ ايوه يا اخويا، جاي لك حالا. الو. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. ازيك يا يسري؟ وحشني يا اخي. اسمع، في حكايه لو تمت هتبقى هايله ليا وليك. صحيح؟ ممكن اقابل عزت بيه؟ الله، طبعا يا دكتور طبعا. طيب، مع السلامه. مع السلامة. نزلت من السما. ايه؟ ونزلت لك معايا. خير؟ امبارح وانا قاعد في النادي، الجدع الدكتور سعيد مختار ايوه ماله؟ قال لي ان وظيفه رئيس مجلس التامينات فضيت، وان امله في الدنيا انه ياخد الوظيفه دي. طب احنا مالنا يا دكتور حامد؟ احنا اولى بيها. هو الدكتور سعيد ده مش صاحبك قوي؟ هيبقى صاحبي اكتر من الدكتور حامد؟ لا، معقول. انا لما ابقى رئيس مجلس الاداره، الاستاذ يسري همام هيبقى السكرتير العام. ده وعد. طبعا، بشرفي. اهلا دكتور حامد. ازيك يا يوسف؟ اهلا سعاده البيه. ازيك يا عم؟ ربنا يطول عمرك يا سعاده البيه. ايه اخبارك؟ يا سعاده البيه، طبعا سعادتك عارف انك عملت حاجه اسمها الدكتور حامد. من مدرس غلبان اصبح دكتور كبير بفضلك. بس يا سعاده البيه، لزومه ايه الكلام ده؟ انت يا دكتور حامد اللي عملت نفسك بمجهودك. انا فاضل لي امل واحد يا سعاده البيه. ايه يا دكتور؟ وظيفه. صباح الخير.
جهزت عقود شركه النقل؟ جاي لحضرتك حالا يا فندم. صاحب الكاس ده بره يا فندم. عبد الوهاب النجدي؟ طب خليه يدخل يستناني. حاضر يا فندم. يا اخي العمليه دي مهمه جدا، تاخرها ليه؟ يا فندم انا مش مأخرها ولا حاجه، انا بس منتظر تقرير المهندسين. انهي مهندسين؟ مهندسين الشركه. يا شيخ بلا تقارير بلا كلام فارغ. ازاي يا فندم؟ طب معلش، هبقى اكلمك في الحكايه دي بعدين. اتفضل انت. يسري. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عبد الوهاب؟ اقعد اقعد. انت فين من زمان؟ انت وحشني قوي. يسري شوف لي وظيفه. بتقول ايه؟ دي فلوس مراتك تشتري الشركه. ما بقتش مراتي. ازاي؟ طلقتني. ليه؟ عاطل. بس ايوه بس. عبد الوهاب قول الحقيقه. ظبطتني. ايوه كده اتعدل. المهم الوظيفه. هشوف. حاضر. طبعا انت عارف ما بقاش حلت حاجه خالص. مش محتاج اقول لك يا يسري بيه. حاضر، بس اديني فرصه ارجوك ما تكونش طويله. دولت كلمي يسري في التليفون، قولي له اذا كان يحب يجي السينما معانا الساعه 3 نسيب له التذكره على الباب. حاضر. الو. ايوه. انت رايحه؟ تحب ايه؟ خليك انت وقول لهم عندي شغل. تعالى يا يسري. ثانيه واحده. ايوه يا دكتور جاي حالا. مع السلامه انت دلوقتي. طب ما انت زي اخوك خير اهو. نسرق؟ دي فلوس مقابل جهد. اظن دي فلوس مقابل ضمير. خلاص يا سيدي، اخد انا المبلغ كله. مبروك عليك. بس لازم تمضي. امضي؟ امضي ازاي؟ ما هو يا تمضي الاوراق يا تمضي الاستقاله. استقاله؟ انت حر. يسري، الغايه تبرر الوسيله، فاهم؟ يا استاذ يسري، الورق ده ناقص. مش الورق اللي ناقص، احنا اللي ناقصين. نعم. وفيه. مالك؟ مالك يا فايزه؟ تعبانه. تعرف دكتور؟ طبعا اعرف. دايخه. حد شافك؟ مين؟ شغالين؟ دول ما بيصدقوا نخرج عشان يجروا على قبطهم. تعال تعال. حاول الدولة تطلب يسري وتقول له ده هيفرح قوي. طبعا على مهلك بس يا اخواتي، ورقة وقلم. ورقة ايه بقى ما جريت؟ لو سمحت يا جميل اصرف الروشتة. هو اسمه ايه ده؟ مالك؟ انا حاسه اني مخنوقه، عايزه اشم هوا. هوا. تعالي يا اختي، من قال عقله تعبت رجليه. الحمد لله لقيت كل الادويه. طبعا. حسين يا حسين، افندم. وحياتك يا حسين دهلي دولة. حافظ ده. دولة.
دولة. وفية هانم عاوزاكي. محدش حامل التوحم غيرك. انت ماشي كده امال. دولة. ايوه. فايزة حامل. والله الف مبروك. طب على مين؟ يسري انت هنا ونايم كمان. انتوا ايه اللي جابكم السينما دلوقتي؟ ابنك. ابني؟ ابنك. ابني ايه؟ صحيح الكلام ده؟ فايزة صحيح يا روحي. أنا مش عارف أقول إيه. فايزة 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 ربنا يخليكي ليا. انا عارفه اني طرشه وترجيت انه ما يكونش مع الزمن عليا. انا ترجيته. انا اتعذبت كتير قوي يا خيري. وفي اللحظه اللي عرفت فيها اني بقيت ام وجايه وكلي امل عشان بقيت واحده لها فايده في الدنيا، واحده قادره تدي حياه للحياه، الاقي نفسي فجاه في وسط العذاب اللي انا شفته بعيني، شفته في لحظه واحده. يا ريت ربنا لما خلاني كان اخد عينيا كمان عشان ما اشوفش يا خيري. أهلا أهلا يا خيري. أهلا بيك. بقى ده معقول تزورني لأول مرة في مكتبي بعد المدة دي كلها؟ اقعد. أهلا بيك يا خيري. أهلا. وماما ازيها؟ كويس. قول يا يوسف. أيوة يا خيري. انت مصمم دولة تقعد في البيت؟ طب يا خيري وانا مالي؟ هو بيتي؟ عارف، لكن انا عاوزك انت اللي تخليها تسيب. أيوة. مش عايز اشوف حاجة دلوقتي. دي أوراق شركة نقل السيارات. خليها دلوقتي. دكتور مستعجل وعاوز ساعتك نضيع حالا. خليها هنا. انا هروح بيها للدكتور. بس يا فندم. خليها هنا. اشمعنى انا اللي خليها تسيب البيت؟ اكرم، حد قال لك حاجة؟ هي في حاجة تتقال؟ امال جرى ايه؟ انا عارفك وعارف دولة. ايوه بس مش انا اللي اخرجها. اسمع يسري، خليها تيجي منك افضل لمصلحتها ولمصلحتك، فاهمني؟ حاضر. هسيبك بقى تشوف شغلك. سلام عليكم. فين الاوراق يا يوسف؟ حاضر يا دكتور. أيوة يا فندم. دخل ده للدكتور حامد. الأستاذ عبد الوهاب موجود بره يا فندم. عبد الوهاب؟ أيوة يا فندم. عبد الوهاب؟ أيوة. خليه يدخل. ولا اقول لك انا خارج له. دخل ده للدكتور حامد. وزي ما انت شايف يا عبد الوهاب المسألة مش سهلة. بقى تبقى سكرتير عام الشركة والدكتور حامد العضو المنتدب لكن ايه بس؟ في مانع تتجوز؟ والوظيفة اتجوز ازاي وانا مش لاقي اكل؟ ما انت هتتجوز الوظيفة. اخت الدكتور حامد. ان كان على الوحاشة انا واخد على الوحشين طول عمري. قمر. امال اشمعنى؟ بقول لك قمر. ولا هلال حتى زي بعضه. 2 ويسكي. ويسكي ايه؟ اكل الاول. طب يلا بينا. عبد الوهاب بقى مراته طلقته. كنت اتمنى لها غير كده. دولة يا يسري دولة حلوة بقت حاجة تانية. طبعا يا دكتور طبعا. بس عبد الوهاب كمان طيب وابن حلال. مش دي الصفات اللي تهمني. انا كنت عايز لها واحد زيك انت. اللي عمل يسري يقدر يعمل عبد الوهاب. دولة يا يسري عزيزة عليا قوي. والله يا دكتور دولة عزيزة علينا كلنا. أدب وجمال وأخلاق. وتفتكر يا يسري عبد الوهاب يستاهل ده كله؟ ده تلميذك يا دكتور، وحضرتك تقدر تخليه يستاهل دولة. معقول. يا ترى يدفع مهر كام؟ اللي تؤمر بيه يا دكتور. يعني خلاص؟ هو مش طبيعي إن البنت تتجوز؟
انا حاسه ان ليك يد في الموضوع ده. انا ابدا وحياتك. خيري جه عند المكتب وحسيت من كلامه ان في حاجه. انا برضه حاسه بكده. لكن الجواز هيعمل ايه يعني؟ ما احنا هنفضل زي ما احنا. طبعا. وانت خس عليك ايه؟ اتجوز انا وتخلص انت. ما انت كمان هتخلصي. منك انت؟ دي لما تنطبق السما على الارض. جاي لك عريس. عريس؟ جدع طيب، تلميذي وانا عارفه. ايوه بس انا مش عايزه اقعد هناك. بقى ده كلام. تخدميهم العمر ده كله ولما تيجي تتجوزي تسيبيهم. لما تتجوزي وانت هناك هيجهزوكي، وشوفي بقى جهاز عزت بيه هيبقى ايه. انت مش عايز تجهزني كمان؟ وانا مهما جهزتك هقدر اعمل لك جهاز زي اللي هيعمله عزت بيه؟ امرك. ايوه كده، عقلي امال. الغايه تبرر الوسيله. يسري مش كده؟ كان املي اتجوزه. مفهوم. اعمل لك ايه على الجدع؟ اي حاجه. صباح الخير يا عبد الوهاب. اهلا يسري، اتفضل. اهلا وسهلا. صباحيه مباركه يا عريس. امال فين العروسه؟ لحظه واحده. دولت. يسري جاي عايز ايه؟ ارجوك مش عايزه حاجه من حد. امرك. عبد الوهاب، 400 جنيه كفايه؟ إيه؟ مبروك. معلوم له حق، معاه قد كلامه. انت حلويتي قوي. انا مش بتاعت كده. نعم. لا.
ايه؟ ايه؟ مش كتر خير اللي اتجوزتك وعملت منك ست؟ بعت الشباب الواحدة ما بتسمعش. هتكلم واتكلم واتكلم وانت ولا انت هنا؟ اللي كانت بتسمعني جوزتها بايدي، ولما حاولت اجي اخليكي ست زي كل الستات انت اللي رفضتي. انا عايز انسى انك تنشا. اسمعيني. اسمعي ايه؟ افهمي، افهميني. انا عايز اقول دولة. اقول لمين دلوقتي؟ اقول لمين؟ انا ما سمعتش اللي انت قلته، بس الحمد لله ان انا طرشه. الحمد لله ان انا ما بسمعش. الحمد لله ان انا طرشه. الحمد لله ان انا ما بسمعش. الحمد لله ان انا طرشه. هو في حد ما سمعش؟ بتتكلم جد يا استاذ؟ الشركه كلها بقت إنا اسفيناكم. وبعدين؟ ده اللي بعدين كتير، بكره تشوفوا. متهيألي المسألة دي مش هتفوت على خير. مبسوط من الوظيفة يا عبد الوهاب؟ هو في احلى من وظيفه يا دكتور؟ عال. المهم تشوف شغلك كويس. دكتور حامد عبد الكريم. نقول له مين يا فندم؟ المباحث العامة. والأستاذ يسري همام. موجود يا فندم، اتفضل. بس هي كده عملتها. امال البلاغ هيروح على الفاضي؟ هي الدنيا سايبه. لازم ننضف يا استاذ. أنا مطلوب في النيابة؟ استدعاء النيابة هو يا فندم. طيب أجيب المحامي بتاعي. حضرتك تتفضل معايا والمحامي بيحصلك. حاضر. ومطلوب معاك الأستاذ يسري همام. انا كنت شايلهم عشان جوازك. دلوقتي فيه الأهم. طول عمرك عايش ليسري. ماما، لازم ننقذه. لازم نحاول نجيب له أكبر محامي. ربنا معانا. ربنا يسعدك. انت عارف طبعا اننا تحت امركم. طول عمرك واقف جنبنا يا عمي. بس النوبة دي واقف وانا حزين. عشان كده انا جيت يا عم. ده اخويا وانا لازم اقف جنبه وابعد سيادتك من الموقف المخجل ده. موقف مخجل لنا كلنا. زي ما قلت لسيادتك، ده اخويا وانا مستعد. ربنا يقويك يا ابني. شكرا يا عم. شكرا. وايه رايك في الاتهام اللي موجهه اليك العضو المنتدب من انك انت المسؤول عن كل العمليات موضوع التحقيق؟ مين؟ مش ممكن، مش معقول. اتفضل المحضر. ممكن نأجل التحقيق، بس ده معناه استمرار الحبس. معلش.
مش هقدر اجاوب دلوقتي. وهو كذلك. خدوا يا ام باشا. حاضر يا فندم. دكتور، الغاية تبرر الوسيلة. خيري، هي فايزة كانت عارفة حكاية دولت وشافتكم وجاية؟ ما هي دي العلاقات الرفيعة اللي كنت بقولك عليها. أنا في بير غويط كله طين وظلام. مش دي مبادئك؟ ياسين، مراتك أما أدفع الثمن أبقى أكلمها.